بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشوفوا ماما عامله لنا فطار ايه النهارده بقى. عامله ايه يا ماما النهارده؟ عاملين كفتة ومكرونة إن شاء الله. كفته ومكرونه، شويه شيبسي بقى، شويه بطاطس محمره، شويه زيتون من اللي ماما عاملاه ده. انت عامله لهم، قولي لهم بقى ماما انت حاطه ايه على الكفته، حاطه ايه على اللحمه المفرومه؟ اللحمة المفرومة عليها بصلاية هم؟ وقرن فلفل ماما ما حامي. بتحبش تحط بصل ياما، احنا بنتحايل لا، عليها تحط بصل ما بترضاش. بصلاية وقرن فلفل حامي. وايه تاني؟ وطبعا لو في بقسماط ممكن معلقتين، ايوه معلقتين بيخلوها بقسماط متماسكه بيخلوها كده متماسكة زي وحلوه. ما انتم شايفين كده. بصوا. ماشي. طبعا انا وما ما عنديش تفكش منك. بقسماط، فانا حطيت ايه، عيش فينو كان عندي من مية الشفاه. مية. ما هو العيش طحنته. الفينو اللي بيعملوا منه البقسماط وبيعملوا منه ماشي. الفيجيتار وكل حاجه. والتوابل بقى بتاعتها وكده، ودي ميه البصل اللي انا وحطيتي ايه، بيكنج باودر. ومعلقه بيكنج باودر ليه؟ طبعا عشان ايه، تخلي قلبها من جوه في يعني هاشش كده وما متبقاش تكشش مسلوقه، منك ما وتلم تبقاش من. في ناس كشه. بتعمل الكفته يقولوا ايه دي كشت مننا الصبع، نبقى عاملينه قد كده نلاقوه صغير. ليه بقى؟ عشان ما بيبقاش عليها بيكنج باودر، نطره بيكنج باودر كده صغيره، نص معلقه صغيره، خليها ما تكشش منك ويبقى قلبها هشش كده وحلو. الله عليها بقى ميه البصل بتاعتها كده ودي ميه البصل اهي ماما بتعمل بيها، انا بتصبع شايلاها بيها. طبعا. هتحطيها في الفرن وبعد كده بقى هنطلعوها نحطوها على الفحم، بتبقى تحفه. لو عايزه تحطيها على الفحم على طول حطي، بس احنا عشان الوقت نشويها اسرع لان لسه جايين من الشغل وعشان الوقت هنحطها في الفرن تتعمل ونحطها على الفحم ان هي ايه تاخد الطعم بتاع الفحم كده وتبقى ايه اتعملت بسرعه. وبتعملها على معلقه اهو زي ما انتم شايفين، يعني مشي نفسك باي حاجه في ناس بتعمل على قلم، ناس على معلقه، على اي حاجه عندك موجود، يعني مش شرط السياق. ما نوقفش على حاجه. ام عمر بقى تعمل لنا ايه، شويه سلطه طحينه مع الكفته. وماما بقى بتسبك للمكرونه وبتجهز للمكرونه، وهتشوف الكفته معانا دلوقتي على الفحم بقى ايه تجنن ما اقولكوش، مع شويه خضار مشوي كده على الفحم، وهتشوفوا الطريقه تحفه. هي المفروض سلطة الطحينة الناس بتعملها بطحينه بيضه، بس احنا ما بيفرقش معانا، بس هي هتبقى بيضة دلوقتي. نحن نختلف عن الاخرون، احنا بنعمل بالموجود عندنا، ما بنوقفش نفسنا على حاجه. وفي ناس بتعملها عشان تزود تقلها وعشان تزود الكمية، في المحلات بيعملوها بعيش، عيش فينو عشان بيبلوه تبقى في تقيل مية، بيبلوه في زي مية. الناس اللي زي الناس اللي بيعملوا المانجا في البتاع ده في المعصره وبيحطوا عليها بطاطا بيحطوا عليها بطاطا، عشان المانجا تبقى تقيله. وفي ناس بتحط عليها جزر. هجرب لكم بقى، بصوا المانجا دي قدام شويه كده ان شاء الله لما اجيب بطاطا بمانجايه واحده تعملي 10 لتر مانجا، تحطي عليها بطاطا وبتبقى طعمها مانجا وطعمها جميل وبتبقى مسكره وجميل. بصوا زي فصين توم كده او فص توم مهروس، حاجه بسيطه خالص كده تدي ايه ريحه وطعم. احنا طبعا التوم ايه مفروم اهو جاهز، ماما بتبقى عاملاه وشايلاه في الفريزر كده ايه جاهز، وملح وخل وليمون. خل اهو والليمون كده جنب الاكل يدوا طعم كده وشكل كمان، يبقوا تحفه. حطيت ملح بس مش عارفة بقى ايه ملحنا ايه. مش مشكله بقى لو عوزتوا ساعه الفطار بزودوا، مش مشكله شويه ملح بس كده وخلاص. جهزنا طبق السلطه الطحينه الجميل ده. بصوا بقى سيبكم التوم ده، ماما جايبه توم هتخزنه وتفرزه لسه هتعمله. طلبنا شيف مشاوي مخصوص، بصوا رصها لنا رصه عامله ازاي. بصوا ده بصل وفلفل وطماطم، وادي الكفته. ليه بقى؟ هنضربوهم دلوقتي بقى، الخلطه دي بتبقى تحفه. بس ما حطيتيش معاهم قرن فلفل حراق ليه يا بزل المره اللي فاتت؟ ماما ما لقيتش. ده الحراق مع الخلطه دي بيبقى فظيع، بيدي طعم. بحطي معلقه هريسه شطه يا ام عمر. بصوا بقى على الفحم كده، بصوا الدخنه اللي طالعه دي، الله الله الله، الريحه تجوع يا جماعه، والقران بيقول بتاع المغرب. بصوا الجماعه ايه ده، ايه ده، بصوا تحفه. عارفين بقى شويه الخضار اللي هم الطماطم والفلفل والبصل دول بناخدهم نضربهم في الكبه ومع عصره ليمونه وشويه ملح بيبقى تحفه. فلفل بس كنت المره اللي فاتت كان معاه شطه حراقه، حطي حته هريسه شطه تبقى تحفه. بصوا الشيف بتاعنا هيقلبها بقى وتفرجوا. بصوا الجمال، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. ايوه ايوه ايوه، بصوا
يا نهار ابيض على الجمال يا ناس، الله ينور عليك يا ابو عمر. روعة. ايه الجمال ده يا ابو عمر، تحفه. ألف هنا وشفا، كل سنة وانتم طيبين. ايوه ورمضان كريم عليكم وعقبال كل سنه كده وانتم مع بعض ومنورينا. وما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي، اهم حاجه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. المره الجايه نشوي فراخ على الفحم باذن الله. ما عندوش السياخ للكفتة، دي الشواية بتاعت الفراخ عادي تقوم بالواجب برضه، تأدي الغرض. ايوه بالموجود عندكم اعملوا، مش ما هتقول توقفوش لا. نفسكم على حاجه. يعني دي شويه فراخ من غير السياخه اهي، من غير حاجه والدنيا ماشيه. حبايبي دول شويه الخضار اللي كانوا مشويين، بصوا ضربناهم في الكبه، وشويه كمون وشويه شطه وشويه ليمون وملح. وبصوا الجمال، دول بقى احلى من الكفته نفسها. شويه الخضار المشويين دول بالنسبه لي انا احلى من الكفته نفسها. نستنوا بقى بقيه الاكل وتفرجوا عليه، حاجه كده تفتح النفس. بصوا هنا صبنا التمر هندي اهو، وعاملين صوبيا وعاملين مانجا وصينيه المكرونه في الفرن عايزين نتفرجوا عليها. بصوا بقى صينيه المكرونه في الفرن دي احلى من الحله مليون مره، وشها بقى بيبقى مقرمش كده، تاكلوا منه تحفه. احنا بناخدوها بالصينيه كده زي ما هي على بره. وشويه تور اللي اهو فاضلين من امبارح خضار يعني تحفه. بصوا اللي باقي عندك ما ترموهوش، يا تديه لاي حد ياكله يا تخليه لتاني يوم، مفيش حاجه تترمي دلوقتي. المغرب بتأذن اهي في التلفزيون. والشيبسي يلا، عايزين طبقين للشيبسي. بصوا المغرب بتأذن بقى في التلفزيون، حضرنا ترابيزتنا اهيت والشيبسي والمكرونه والكفته مكلفتنا بس عشان تفضل سخنه، والتمر هندي. وتعالوا بقى اتفضلوا يلا افطروا معانا. شيبسي بالشيبسي يا ميدو اللي هناك. بتكلم الشطة حراق. اكله بسيطه كده خفيفه على قد ايدينا. وما تنسوش يا حبايبي تحطوا لي لايك، وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتحطوا لي كده كومنت حلو تقولوا لي بتتابعوني منين، ومالك بيقول لكم حطوا لايك. مع الف سلامه يا حبايبي.